بسم الله الرحمن الرحيم. هنستكمل النهاردة محاضرة أحمد الريح على المظلات. المرة اللي فاتت شرحنا الشيدز اللي يعتبر المظلات. يعني انت مثلا بيبقى مثلا عندك قدام البيت، عندك لو انت في باركينج فبتعمل له مظلة، حاجة بتضلل العربية. أو إن أنت مثلا بتروح الشركة عندك في الشغل كل يوم، مثلا هتلاقي في باركينج، هتلاقي لي مظلة كده حاطينها، بتلاقي كام عمود ستيل مثلا وعليهم شيدد كده كورجيتد شيت أو ساندوتش نفس الكلام في قدام المولات، قدام حاجات كتيرة بتيجي تلاقي بتلاقي مثلا دي بتستخدم كالكومن براكتس بتاعها في المظلات بتاعة العربيات، وبالتالي هي سيمبل ستراكشر صغير جدا. تمام، ده بتبقى الامبورتنس فاكتور بتاعه ولا الامبورتنس كاتيجوري بتاعته في اغلبيه الاكواد مبيبقاش رقم كبير. يعني في الكود بتاع الاسك، الكود الامريكي، هتلاقيه الامبورتنس بتاع الفاكتور بتاعه اقل من ان انت يكون بتصمم مبنى او بتصمم مستشفى. ولكن احنا الفرق ما بين كل الابلكيشنز اللي احنا بنعملها دي كلها، ان احنا قلنا هي طريقه حسابات الويند لود واحده والانتنسيتي بريشر بتاعتها واحدة، لكن كل الاختلاف على الفاكتور بتاع السي اي او السي اف اللي هو معتمد على الجيومتري او الشكل الهندسي. لان احنا قلنا اساسا هو الشكل الهندسي هو الفاكتور الرئيسي في طريقة توزيع الويند بريشر عليه، وبالتالي انت الشكل الهندسي ده ممكن يزود الويند بريشر او يقلل الويند بريشر، مع ان مثلا الويند فيلوسيتي مثلا وليكن اللي احنا التصميميه اللي احنا بنصمم عليها ثابته، ولكن اختلاف الشكل الهندسي بيسبب ان الويند نفسه بيزيد او يقل. على سبيل المثال ان انت مثلا لو عندك شكل سيركلر، وده اتكلمنا عليه قبل كده زمان، يعني انت لو انت عندك شكل سيركلر بتلاقي ان هو ممكن يقلل لك الويند بريشر. لكن لو انت مثلا عندك شكل مش سيركلر، مثلا شكل مثلا شارب ايدج مثلا، ده ممكن يخلي لك الويند مثلا كقيمة كبيرة. وبالتالي احنا ده نخلي بالنا من القصة ديت، لان احنا الشكل الهندسي ده واحنا بنصمم يبقى احنا بالنا ان انت لو عندك شكل هندسي مش شكل مثلا مش شكل منتظم، مثلا ممكن يبقى شكل مثلا في شارب ايدجز كتيرة، يعني مثلا شكل مثلا كده، في مثلا بتاع مثلا كده وكده وكده مثلا واشكال مختلفة. خلي بالك ان هنا دي بتعمل برضو بتزود الويند، هتلاقي فيه عليها ويند من تحت وويند من فوق. تمام. لكن او اسهل الاشكال اللي هي الشكل اللي بيبقى الشكل الاسطواني ده، لما بياخد الويند بيمشي مثلا الويند بيروح عليه يمين وشمال، وساعتها بتلاقي السي بتاعته برقم صغير. لكن الشارب ايدجز والكلام ده كله بتبتدي تزود الويند بريشر عليه، مع ان هي لو انت عندك الاتنين دول جنب بعض فبالتالي بتلاقي ان انت مثلا ده الشكل ده الويند بريشر عليه اقل من الشكل التاني اللي هو ده. طيب احنا هنا خلينا نتكلم، احنا دلوقتي الموضوع سهل وبسيط. احنا عندنا مثلا الشد دي ممكن تبقى هي اتجاه واحد او اتجاهين. يعني بمعنى الكومن كيسز مثلا اللي انت بتشوفها في كل حته، مثلا تلاقي كده ده كولوم، وتلاقي شد مثلا بالمنظر ده، وتلاقي العربيه تحت ركنه تحت هنا. ماشي. طيب ده كده الباركنج شد. طيب في شدات تانية ممكن تبقى في شد مثلا هنا، مثلا عمود في النص وهي عامله باركنج يمين وباركنج شمال، او ممكن تلاقيها بالعكس عامله منظر كده وعامله منظر كده. تمام. فطبعا في اشكال مختلفه. فزي ما قلنا مثلا هيبقى ليها كام كيس؟ ليها 4 كيسز، ودول اللي موجودين في الكود عندنا. هتيجي هنا تلاقي في الكود مثلا هو مديك 4 كيسز. الكيسز دول الكيس الأولانية اللي احنا بنتكلم عليها لو هي الشد بتاعتنا في اتجاه واحد. الشد في اتجاه واحد بالمنظر بالمنظر ده. تمام. الشد اللي هو بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه، الشد بالشكل في اتجاه مايل بالمنظر ده. تمام. اللي هي كده. تمام. طيب وفي شد في الاتجاه التاني اللي هي ممكن تكون كده. طيب هي الزاوية بتاعتها فين؟ دي الزاوية سيتا. تمام. ودي هنا الزاوية سيتا. تمام. طيب في ممكن تبقى الشد في اتجاهين، ودي الزاوية بتاعت سيتا 1، وده هتبقى سيتا 2. ماشي. نفس الكلام هنا، ده سيتا 1 وده سيتا 2. بتفرق بتفرق وتختلف. طيب قبل ما نشوف هي بتفرق وتختلف ديت كقيم، تعال نشوف هو ايه البارامترز اللي احنا بندخلها.
البارامترز اللي احنا بندخلها لو انت عندك الويند دايركشن كده، ده عندك ايه الحاجات اللي انت محتاجها؟ اكبر ارتفاع في المظله اللي هو الاتش. طيب ليه اكبر ارتفاع؟ نخلي بالنا من نقطه، اغلبيه الشدات ديت هي لما بتيجي بيعملوا لنا سلوب بتبقى بتتكلم 10%، يعني ما بتبقاش رقم كبير. ففي بعض الاكواد بعض الحاجات بياخدوا الاتش المين اللي هو الاتش ده، وهنا مثلا في كود مصر اللي هو واخد اعلى ارتفاع، فما بتفرقش كتير يعني. طيب ده هنا مثلا ده ايه؟ لو هي مايله في اتجاه واحد، لو هي مونو سلوب مثلا نيجاتيف او مونو سلوب ايه بوزيتيف. تمام، خلي بالنا من الويند دايركشن. ليه؟ لان انا دلوقتي لو هي الويند ده جاي في الاتجاه ده هتدينا الكيس ايه التانية، هي نفس الكيس التانية بس هتبقى ميرور. تمام، فالويند دايركشن هو ثابت بس اتجاه المظله هو اللي ايه مختلف. طيب ده لو هي ايه مونو سلوب. نفس الكلام، هي مونو سلوب في الاتجاه هي نازله لتحت، ولا مونو سلوب هي السلوب طالع ايه لفوق في الاتجاهين. طيب الحاجه الفاكتور التاني بقى، يبقى احنا عايزين بارامتر اللي هو اتش ارتفاع المظله، وفي حاجه اسمها دي على 4. ايه دي على 4 ده؟ ده البعد بتاع الايه المظله من هنا لهنا. تمام، اللي هو اللينث بتاع المظله او الدبث بتاع المظله، اللي هو ايه طول المظله بس في الاتجاه انه الاتجاه الافقي. طب ايه بقى السهم اللي ده؟ السهم ده ان هو بيقول لك ان الويند فورس اللي انت هتاثر بيها مره ممكن تطلع هنا او تطلع بالبوزيتيف، او مره تدي نيجاتيف. لو انت فاكر السلوب دروف كنا قلنا فيه نفس الايه الموضوع ده، وشرحنا هو ليه بيحصل الموضوع ده. طب ليه هنا مستخدمها دي على 4 مش دي على 2؟ يعني اشمعنى ايه اللي خلاه خدها في الربع الاولاني؟ لانه انا زي ما قلت لك، انت الشارب ايدج ده مثلا انت عندك الويند كده، تمام، وعندك المظله بتاعتك جايه كده، بتيجي تلاقي الويند جاي كده وجاي هنا، فبتيجي هنا في الحته دي بيحصل فورتكس عشان الويند يطلع بالمنظر ده. تمام، فبتلاقي تأثير شكل الويند بالمنظر ده. تمام، ده كده ليه؟ سواء هو سكشن او بريشر لتحت. فبالتالي هتلاقي اغلبيه الفورسز لو انت عملتها هتلاقيها في جزء الربع الاولاني. يعني هو انت لو خدت كانك انت بالظبط حولت كل الفورسز وشفت المحصله بتاعتها بتاثر فين، هتلاقيها في مسافه دي على الاربعه. اوكي، فهو بعض الاكواد بتعملها بالشكل اليونيفورم ده زي الكود الامريكي، لكن الكود المصري هو بيقول لك لا يا عم احسبها كلها وفي الاخر حطها على دي على الاربعه وريح نفسك. تمام، وهتبقى مره بالبوزيتيف او ان هي بوزيتيف اللي هي يعني سكشن، تمام، او اللي هي مثلا ايه بالبريشر ان هي تكون بتضغط على السطح. خلينا بالنا من حاجه، ان انت لو سكشن يبقى انت بتعمل ايه تنشن على العمود وعلى القاعده، فساعتها هتبقى بالنسبه لك ايه كريتيكال في قصه القاعده ديت، لان انت هتعمل لك ابليفت ايه فورس. تمام، طيب الحاجه الثانيه ان انت مثلا دلوقتي لو هي بريشر، تمام، العمود ده هيبقى ده لو هو ستيل كولوم نخلي بالنا ساعتها من الباكلينج. فطبعا وبالتالي انت لو انت عندك بيرلينز هنا برضه تخلي بالك ساعه التنشن. تمام، لان الاوت اوف بلين باكلينج هيبقى اكبر. طيب بالتالي التو كيسز مهمين، مهمين. يبقى احنا التو كيسز اللي احنا بناخدهم مره سكشن ومره بريشر، الاثنين ايه مهمين ولازم نخلي ايه بالنا منهم. ما ينفعش ناخد واحده ونهمل ايه الثانيه. طب الكيس بقى الثانيه ان انت عندك دلوقتي عندك في الاتجاهين مره كده، تمام، مره طالعه، ويعني مره هتاخد اكتر من كيس، مره الاثنين يكونوا طالعين. تمام، وبالتالي ساعتها برضو زي ما قلنا هتبقى الابليفت فورس على العمود ده كبيره جدا. تمام، وبالتالي ايه القاعده والبرلينز محتاج ايه تاخد بالك منه. طيب مره تانية هتبتدي تاخد الكيس بتاعتك ان هما الاثنين نازلين، وبالتالي ساعتها هتشيك على البيرنج بس برضو بتاعت القاعده، وان العمود ده ما يحصلوش باكلينج، وتشيك على العمود ايه ده في ساعه الايه الكومبريشن. تمام، طيب احنا لكن في التو كيسز انت في الاخر ايه هتلاقي المومنت في الاتجاهين نخلي بالنا منه، لان ساعتها المومنت كونكشن ساعتها مش هتعتبر ان هي فوق فتحط مثلا انت عندك البولتس فوق مثلا وتعتبر ان تحت كومبريشن، لا ده هي كده يعتبر بتقلب. يبقى انت ساعتها هتاخد المومنت الكونكشن البولتس زي اللي فوق زي اللي تحت. تمام، لان هي المومنت مره هيقلب فوق مره هيقلب ايه تحت بنفس الايه قيمه الفاليو. اوكي، يعني انت لو بتصمم عندك في الاخر مثلا ده الكولوم، يبقى انت مثلا في الاند بليت ده، ودي عندك البيم مثلا بالمنظر ده، يبقى انت هتحط المسامير بره هتبقى هنا وهنا زي بعض، لان انت في الاخر مره هيكون مومنت كده. تمام، ده في حاله ايه في حاله ان انت يكون عندك بريشر لايه
نازل لتحت، ومره هيكون المومنت العكس كده لو انت الايه الفورسز طالعه لفوق. فنخلي بالنا ايه من قصه الكونكشن دي. طيب ده بس لا يعني ناخد برضو تاني الكيس التانية دي، الكيس اللي انت عندك مرة هيكون فيها كده ومرة كده. طب يا عم دي هناخدها ليه؟ يعني ما خلاص احنا صممنا كل حاجة. لا في الكيس دي هتعمل لك اوفر تيرنينج. نخلي بالنا بقى من القصة دي، تعمل لنا ايه اوفر تيرنينج. ممكن ساعتها هتبتدي تأثر على المسامير بتاعتك. المسامير ديت لو انت مثلا هي كبيز بليت مثلا، ده العمود اهو تمام، وفي مسامير كده وهي اساسا دي فيكسد بيز بليت، نخلي بالنا ساعتها تعمل لك مومنت على البيز بليت دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت هيكون في اوفر تيرنينج على القاعده، فلازم ايه تشيك على الاوفر تيرنينج. فبالتالي كل الكيسز ديت لازم ناخدها معانا في الايه في الاعتبار. وبالتالي الكود اداك الجنرال كيسز ان تطبق عليها بحيث ان انت تكفر كل الايه الموضوع سهل جدا وبسيط. احنا بس عندنا شويه انبوت داتا وعرفنا احنا دلوقتي هندخل ايه اللودز بتاعتنا بطريقتها ازاي. طيب يبقى احنا شرحنا الاربعه كيسز بتوع الشد تمام. هنرجع بقى نشوف احنا ايه البارامترز اللي بندخلها. البارامترز احنا دخلنا زي ما قلنا طول الشد في الاتجاه ده تمام، اللي هو الدبس بتاع الشد اللي هو الدي تمام. البي اللي هو الاوت اوف بلين اللي هو هو طول الشد في الاتجاه التاني العرضي كام. الاتش ده اللي هو قلنا اعلى نقطه في الشد او ارتفاع الشد. سيتا 1 وسيتا 2 لسيتا ايه سيتا 1 وسيتا 2. لو انت عندك بس في الاتجاه التاني خلاص هتاخد بتاعتك دي هتعمل فيها ايه، هتروح جاي ايه شايلها عاملها كده تمام، عاملها ديليت تمام. طيب في نقطة بقى مهمة، احنا دلوقتي في الآخر احنا في جزء قلنا عليه ثابت اللي هو حسبة الويند بريشر، قلنا إن هي ثابتة، لكن اللي بيختلف الفاكتور بتاع السي اف ده تمام، هو ده اللي بيختلف معانا. ليه بيختلف معانا؟ قلنا عشان إن هو إيه الشكل بيعتمد على الشكل الهندسي. فطبعا هنا أنت بتدخل اللوكيشن وبيزد على اللوكيشن ده بيقول لك أنت إيه في أنهي محافظة، فالمحافظة ديت سرعة الرياح فيها فين. وده هنيجي نلاقيه جدول هو موجود هنا، ده اللوكيشن والويند سبيد المقابله ليه. خلي بالنا انا ملونهم لك كل شويه محافظات شبه بعض في الويند سبيد واخدين اللون شكل تمام. هتلاقي مثلا هي بتروح من 42 لغايه ايه ال 30، يبقى اقل حاجه في مصر هي 30 متر ايه بير سكند تمام. طيب نرجع بقى برجعنا تاني، احنا دلوقتي عندنا سيتا 1 وسيتا 2 تمام. سيتا 1 وسيتا 2 بتختلف بتختلف. فاحنا دلوقتي الزاويه لو هي زيرو بتبقى ايه الفاكتور ده بتاعنا كام، اللي هو سي. احنا قلنا في فرق ما بين السي والسي اف، هما الاثنين واحد، بس الاختلاف لو السي اي ده لو بيبقى عندك ويند وورد ولي وورد، لكن السي اف ده لو مفيش ويند وورد ولي وورد هو بيديهولك اذا محصله واحده اللي هو فيه بيسميه سي اف، عشان بس ايه ما يلخبطش الاسمين مع بعض فسماه ايه سي اف. وبالتالي السي اف مثلا لو احنا شايفين مثلا عند درجه 0 هيبقى 1.1، عند 10 درجات نفس الفاكتور، مره زي ما قلنا بالبوزيتيف ومره ايه بالنيجاتيف. طب لو 20 درجه هتبقى 1.2، لو 30 1.3. طب طبعا هو لو اكتر من كده خلاص هتاخد نفس الفاكتورز دي تمام. اوكي طيب تعالى كده نشوف بقى. هو في الاخر بعد ما يحسب ده كده خلاص الويند بريشر ده احنا قلنا المين ويند بريشر تمام، هي بتعتمد على اللوكيشن. طبعا الاير دنسيتي دي ثابته، التوبوجرافيك كوفيشنت والستراكشر كوفيشنت هتبقوا في الغالب بواحد لان هو مش سبيشال ستراكشر ولا حاجه. وتوبوجرافيك احنا بنعتبر ان هي فلات، الا اذا كان عندك بقى انت على جبل او على جرف او قريب من جرف مثلا معين، لا ده محتاج انت دي تحسبها بالظبط، لان ساعات الفاكتور ده ممكن يختلف، ممكن يوصل ل 1.8 وساعتها كانه الدبل تمام. طيب خلاص تعالى كده بقى نرجع تحت كده. خلاص بقى احنا هنا الكود بيقول لك دي الاربع حالات اللي عندي تمام، وبالتالي قال لك ان انت لازم تاخد قوى الرياح معا او كلا على حده في الاتجاه الاكثر تاثيرا على المنشأ. انا بس الهدف اللي انا بقول لك ليه تاخد كل الكيسز عشان تعرف ان انت في انهي كريتيكال كيس بالنسبه لك، عشان بالتالي وانت بتيجي تشيك بعد كده تبقى عارف لا انت متخيل انا الكيس بتاعتي ديت نخلي بالنا وانا بصمم الانكر ديت وانا بصمم البرل دي وانا بصمم العمود دي وانا بصمم مومنت كونكشن دي وانا بصمم القاعده دي وانا بصمم الشيك على الاوفر تيرنينج. فلازم تبقى انت عارف الكونسبت الاساسي، وبعد كده ساعتها هتعمل اللود كومباينيشن بتاعتك دي ما فيهاش مشكله. كويس طيب وبالتالي نفس الكلام انا بقول لك هنا ايه
في سيتا 1 سيتا 2. طب انا لو عندي مثلا مونوسلوب الاتجاه التاني، خلاص يبقى احنا ايه، نشيل دي. ساعتها هتيجي تبص تلاقي ايه، هو شال لك الجزء الاولاني ويعتبر في الجزء ايه التاني. طب تعالى كده اهوت مثلا ديت، خلاص خلينا دي كده ايه، رجعها 10، هتلاقيه ايه، هو عمل لك ايه الاتنين. ماشي طيب تمام كده تمام. فهو بيقول لك بقى ايه الروف، عنده هو الروف اللي هو الاتجاه الاولاني اللي هو الروف سايد، هو عندنا الكيس ديت في الروف ده والروف ده، ده روف 1 وروف 2. روف 1 عنده تو كيسز، التو كيسز هنا هتلاقي حسبهم هنا في الاخر ده 16 و20، فهتلاقي السي اف هنا بواحد مره بوزيتيف ومره نيجاتيف، والسي اف برضو هنا لما هي تساوي 20 1.2 1.2، وبالتالي ساعتها هتيجي ايه، هتلاقيه حاسبها لك هنا السي اف بتاعتنا مره 1.1 بوزيتيف ونيجاتيف 1.1، الروف التاني بوزيتيف 1.2 ونيجاتيف 1.2. تمام، بيحسب بقى انت عندك انهي كاتيجوري، عندنا كاتيجوري ايه، ده الديستريبيوشن ايه بتاعها. تمام خلاص، يبقى هو ضرب الفاكتورز دي كلها في بعض، ضرب السي اف، ضرب الكي لان هي اساسا بتزيد مع الهايت، لان قلنا الويند بريشر فيلوسيتي كيرف بيزيد مع الهايت، فالادجستمنت ده بنعمله بطريقين، عن طريق الايه الاكسبوجر فاكتور اللي هو ايه كي. الكيو طبعا قلنا هي كونستانت، خلاص احنا حسبناها فوق. تمام، الفاكتور بقى بتاع السي اف ده احنا قلنا عليه 1.1 و 1.2. هتيجي تلاقي هنا هو حاسب لك لغايه الايه البتاع دي على ارتفاع 15 متر، فهتلاقيه ايه بيحسب لك في الاخر الايه البريشر على الويند ايه بريشر. تمام، ان شاء الله ايه المحاضره بسيطه، الموضوع سهل وبسيط يعني. ده بس عشان تقفلها للمحاضره اللي فاتت، وان شاء الله المره الجايه نبتدي نتكلم على موضوع تاني وجديد في مواضيع الويند ان شاء الله. اشوفكم على خير كده ان شاء الله، ورب دايما تكونوا بخير.